السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بما انه راه الموسم تاع البرتقال وراه متوفر بكثره والسعر تاعو راه بزاف هايل، فمن الضروري اني نشارك معكم ونبارطاجي معكم هاد الوصفه اللي بزاف سهله، ما يطيب ما ياخذ منك بزاف الوقت. 2 ملاعق من هاد المركز في لتر تاع الماء دير لك الخير والخمير، كميه ما شاء الله. لهنا البنات عندي كمية تاع البرتقال، كل واحد يشري على حسب المقدور تاعو. انا عندي 5 كيلو تاع البرتقال، نتوما استعملوا اي كمية توالمكم ولا تحتاجوها. البرتقال تاعي كنت غسلته مليح تحت الماء وحكيته بالكياسة هذيك، نحيت له كامل هذوك النقاط الكحولة وكامل هذاك الغبرة اللي فيه وخليته يتقطر. ولا هنا نجو انا نبيوه لانه نحتاجو هذه الطبقة الفوقانية تاع البرتقال تاعنا. ضربوها هكا في العرب بهذه الطريقة، راهي بزاف سهلة. حاولوا انكم تشروا البرتقال اللي تكون القشرة تاعو حكمة راحة، يعني ماشي هذاك اللي يجي طري ولا تشريه وتخليه في الكيس بلاستيكي تغلق عليه اوتوماتيكمون راح يعني يطرى لكم. من بعد اذا طرى لكم البرتقال راح يغبنكم في هذه المرحلة كي تكونوا ترابيو فيه. شوفوا لي البنات، انا ربيت كامل الكميه تاع البرتقال بهذه الطريقه، تحصلنا على هاد القشور اللي راح نحتاجوهم في هاد المراكز. وكان نصيحه البنات كي تكونوا تربيو فيه حاولوا انكم ما تلحقوش لهذيك المنطقه البيضاء، يعني ربيو غير هذيك الطبقه السطحيه كامل الفوقانيه البرتقاليه باش هكا المراكز تاعكم ما يجيكمش مر. من بعد لهنا البنات الا كانت عندكم العصاره اليدويه حتقطعوا البرتقال تاعكم بهذه الطريقه وتستخرجوا هذاك العصير. لكن انا بحكم انه راح نرحي في الباتغ، عفوا ماشي الباتغ، في الاله تاعي في الروبو تاع الجو بلاندا ولا اي حاجه عندكم، دوك نوريكم انا تاعي كيفاش داير. فكنت مضطره اني نقيلو كامل هذه طبقه البيضاء هذه لازم تنحوها كامل باش هكا ما تلقلكمش المروريه. هاد العسل يجي بزاف بنين، عفوا المركز ماشي عسل، مركز نخدموا به العسل باش هكا كامل تفهموني. يعني تجي الطعم تاعو بزاف قوي قاصح، يعني لازم نضيفوا له الماء باش هكا يولي كيما العصير العادي. هاد المركز يخدموا به العصائر تاع برا اللي تشيرهم في القرع هكا، ولا يخدموا بهم الشربات، كل واحد فاش يحتاجه. قلت لكم بك تضيفوا له الماء على حسب الرغبه. نكمل قشر كامل الحبه تاعي بنفس الطريقه، راهي يعني فهمتكم في الفيديو. نحيلو كامل هذوك القشوره هذوك. من بعد لهنا نروح نجيبو هذاك يعني اللي رابينه من قبل ونجيو نضيفوا له السكر. دوك نشرح لكم البنات القاعده تاع السكر تاعكم باش ما يجيكمش حلو بزاف. انا عندي 5 كيلو تاع البرتقال، هذوك ال5 خرجوا لي 2 لتر تاع العصير. ماشي ديري في بالك بلي يكون عندك 5 حيخرجوا لك 5 لترات، لا، كي عصرناهم خرجوا لي 2. من بعد هذوك 2 لتر تاع الماء تاع العصير هذوك هما اللي نحسبوا بهم قاعده السكر. فانا عندي 2 لتر تاع العصير راح نقابلهم بكيلو تاع السكر، يعني 2 بواحد. وانا بحكم انه البرتقال تاعي جاي حلو بزاف ما هوليكش هذاك الحامض، فاني نقصت الكميه تاع السكر، درت غير نص كيلو تاع السكر باش ما تجينيش حلو بزاف. وانتوما قبل ما ديروا السكر ذوقوا هذاك العصير تاع البرتقال تاعكم، الا شتو حلو بزاف اكيد راح تنقصوا كميه السكر. من بعد اكيد هاد المركز راح نضيفوا له الماء يعني باش تكون في حسابكم. قلت لكم هذا تجي النكهه تاعو بزاف قاوزه، يعني نضيفوا له الماء في الاخر. لهنا البنات عصرت كامل هذوك البرتقالات تاعي كما فهمتكم. قلت لكم انا هذا الروبو تاعي يخرج لي الماء من جهه ويخرج لي هذاك اللب من جهه اخرى. الا لقيتوه غير شراه راح ينقص عليكم بالبزاف للناس محبين العصائر واللي يحبوا هكا لي كوكتيل ويتهلاو في رواحهم الله الله بالعصائر الطبيعيه. اشريوه راح ينقص عليكم بالبزاف. هذه هي الكميه، قلت لكم 2 لترات تاع العصير الله يبارك. شوفوا لي البنات لهنا نوري لكم الروبو باش هكا الا حبيتو تشروه. شوفوا من ينحي اللب ومن هذه الجهه يعصر ويصفي حتى العظم وينحيهم الله يبارك، يعني ما شاء الله بزاف هايل. هذاك العصير تاعي درتو فوق هذوك القشور اللي كنا رابيناهم في الاول،
ونبقى نخلط بهاد الطريقة. ومن بعد انا راح نغطيهم بفيلم اليمونتير هكايا، غطوهم مليح مليح يا البنات باش تبقى هذيك الريحه تاعو لداخل هكا وتتعزز كامل هذيك النكهه لداخل كيما راكم تشوفوا معايا لهنايا. ما تنساوش حبوباتي ديروا جيم في لا فيديو الا كنتوا مازال مشتركتوش في القناه، نقول لكم اهلا وسهلا بكم، راح تستفادوا معنا بالبزاف. راح نشارك معكم مملحات رمضان ان شاء الله ومم الحلويات العيد الى احيانا ربي من هذاك النهار. بارطاجيو الوصفه مع حباباتكم باش كامل الناس يستفادوا. خليت هذا العصير تاعي بات ليله كامله، وكنت كل مره هكا كل ساعه ولا جوج سوايع ثلاثه هكا نروح نعاود نحركه حتى نبات لي. وكيما راكم تشوفوا ما شاء الله تغير اللون تاعو ولا اللون تاعو غامق كما كنت قلت لكم بلي راح يزيد يعني هذيك النكهه تطلق مليح مليح في هذاك العصير. هذا كامل بسبب هذوك القشرات اللي كنا رحيناهم. شوفوا لي الله يبارك البنات، تشوفوا الكوزينه تاعنا كانت كامل والكلواغ يريحوا كامل بريحه التشينا هكا يجي بزاف هايل يا البنات. قلت لكم الله ينقصت عليكم الغبينه وثاني باش تتهلاو في الصحه تاعكم اكيد. شوفوا لي لهنا البنات هذوك القشور هامليك يعني ما رحيتهمش كيما خليتهم يعني كيما وريت لكم مزدالهم مش رحيتهم هذاك اللي خليتهم باتوا تلقوا اللون هذا تلقوه ولات اللون تاعو قاصح. لهنا البنات يعني نتاكد بلي هذاك السكر تاعي كامل ذاب الداخل بهذه الطريقه. قلت لكم يجي بزاف هايل هذا المركز، تقدروا ما تضيفوا عليه فواكه واحد اخرين. لهنا اكيد راح نصفيوه كل واحد البنات كيما نقولوا الرغبه تاعو، الماكله اذواق كل واحد كيفاش يحب ياكل هذيك الحاجه. لهنا الا كنتوا من محبي القشور تحبوا تاكلوهم هكا في الجو خلوه البنات، الا شتو راحكم كيما انا ما تحبوهاش ننصحكم انكم تنحوهم. نخليهم بجهه واكيد ما راح نرموهم. دوك نقول لكم كيفاش تستحضروا بهم. قلت لكم هاد المركز البنات باش نفهمكم لازم تزيدوا له الماء لانه كما نقولوا النكهه تاعو راهي بزاف قويه. وتقدروا تخلطوا له ثاني عصير القارص ولا تخلطوا له اي نوع تاع فاكهه حبيتوها تخلطوه مع الاناناس ثاني يجي بزاف بنين. ديروا هكا كوكتيل تاع الفواكه يجيكم رائع يعني والذوق تاعو يجي باين. تقدروا حتى تستعملوا يعني تشربوا فيه اي نوع تاع كما نقولوا حلويات كيما اليابابا ولا اي نوع هكا استعملتوه تقدروا تحطوه ولا الناس اللي يخدموا الشربات في رمضان. لهنا نعصر مليح مليح هذوك القشور واللي راح نحتاجوهم البنات نعصرهم. دوك نوريكم انا كيفاش تحفظت عليها. هذا القشور تاني تقدروا ديروهم في المسكوتشو ديروهم في البسبوسه يعني ما راح نرمو والو. تشوفوا شحال انا نقتصدو رانا نخرجوا حاجات واحده اخرين يعني من البرتقاله خرجنا المركز اللي حنخدموا به العصير وخرجنا هذا القشور. البنات كان نصيحة هادو مع القشور عصروهم مليح مليح يعني نشفوهم مليح من هذاك الماء ودرتهم هكا في دي بورطمونجي صغار نخبيهم في المجمد باش هكا كي نحتاجهم باش نخدم بيهم كاش ما تحليه ولا قلت لكم سكوتشو بسبوسه اي نوع تاع حلوه حبيتو ديروا فيهم تجبدوه هكا غير شويه وتعاودوا ترجعوه. بالنسبه لهاد المراكز تاني درتو في دي بورطمونجي كيما تقدروا ديروا في دي غوبلي ولا حتى في دي ساشيات هذوك ترانسبارون شفافين وتخبيوه. كل مرة تحبوا ديروا به تجبدوها حوالي 2 ملاعق ولا على حسب افراد العائلة وتضيفوا له الماء وبالصحة والراحة. هاد المراكز يريح لكم حتى عام في المجمد ما يخسر ما يصرالو والو. كان نصيحة خبوه في المجمد ما تخبوهش لتحته لانه كان تخبوه لتحت راح يقراص لكم ويخسر لكم بالخف. وكانت هذه هي الوصفه تاع اليوم ان شاء الله تكون كامل عجبتكم وكامل استفدتوا يا رب. جربوها البنات نقصت عليكم يعني في رمضان ودوكا نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله اذا كتب ربي وتبقاو على خير.